السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بخير. عندنا هنا ربع كيلو سجق. ربع كيلو سجق يا منى؟ اه والله ربع كيلو سجق، وهنعمل منه غدوة حلوة قوي قوي يا جماعة. ليه؟ احنا بقينا اخر الشهر ولا اول الشهر ولا نص الشهر، المهم ان الواحد جيبه في ايدي، فالواحد لازم يتصرف. تعالوا نتصرف. جبنا هنا قطعناه زي ما انتم شايفين كده، وجبت صينية. ليه صينية يا منى؟ عشان انا كنت ناوية بصراحة اعمل كله مره واحده. يعني ايه كله مره واحده؟ هشرح لكم الموضوع بس يعني ما تيأسوش. المهم ازيكم يا حبايبي؟ عايزاكم كده يعني ايه تشهيصوني كده لايكات وشيريهات. شيريهات مين؟ شيريهات ديت يعني تشهيصوا الصفحه بتاعتكم، تشهروها زي ما كنا عاملين في الصفحه القديمه. يا جماعه دي بتاعتكم والله العظيم، مش بتاعتي انا بس. دي الصفحه ديت انتوا اللي عملتوها وانتوا اللي هتعملوها بعد ربنا ان شاء الله. ماشي. المهم حمرنا السجق زي ما انتوا شايفين كده تقليبه صغيره، وهناخد برضو نفس الحكايه الفلفل تقليبه صغيره. هل انا رغيت معاكم؟ لا لسه ما رغيتش معاكم، ما كملناش الفيديو. ماشي. المهم هنعمل احلى طاجن سجق مسقعه بالسجق، بس رهيب بجد والله، رهيب جدا. اولا موفر، وبص كل الليله اللي احنا هنعملها ديت والله هي كانت نص ساعه كلها على بعضها، وكان الاكل كله خلصان وجاهز. المهم هناخد الفلفل هو كمان تقليبه، وهنقطع البتنجان زي ما انتم شايفين كده. كنت غسلاه ومقطعاه قشره وقشره، او تقشريه كله براحتك، او تقطعيه مكعبات براحتك، مدور براحتك، كله زي ما انت عايزه. الموضوع ما فيهوش اي صعوبه ولا اي مجهود ولا اي افتكاسات ولا اي حاجه، كلها حاجات قديمه من عندنا. ماشي. المهم هناخد كده الفلفل تقليبه، واللي نحس ان هو ايه اتشمع شويه كده نقوم مطلعينه على طول، احنا مش عايزينه يشرب زيت. ونفس الحكايه هتبقى مع البتنجان. عشان كده انا عملت كله في نفس الصينيه، وما ما كترتش زيت. يعني احنا لو هنحمر التحمير اللي هو هنكتر زيت، بس انا بصراحه ما كنتش عايزه المسقعه يبقى فيها زيت كتير. ماشي يا حبايبي، علشان بس صحيا وعشان حاجات كتير وعشان الزيت غالي. لا مش عشان الزيت غالي، بس انا عايزاه بصراحه، عايزاها تبقى خفيفه يعني. المهم هنديها التقليبه التمام كده زي ما انتم شايفين. وكنت برده مجهزه شويه بطاطس مكعبات من اللي احنا برده شايلينهم عندنا في الفريزر، ولذلك هي ادت اللون دوت، عشان الزيت بتاعنا مش كتير، احنا مش بنحمرها. وكمان البطاطس اللي في الفريزر دي انا بحطها في الصلصه بس، ما بحمرهاش تحمير يتحط جنب الاكل. خلاص كده. كنت انا ناويه بقى اعمل الصلصه في شويه الزيت، لا بس لقيت انا عشان حاطه زيت قليل، فالزيت زي ما انتم شايفين كده خد لون غامق، فما رضيتش بصراحه ان انا اعمل ايه مكانه. عرفتوا ليه انا كنت حاطه في الصينيه كده؟ المهم جبت الطاجن ورحت حاطه فيه معلقه زيت زي ما انتم شايفين كده برده، ومعلقه توم مفروم، وهنحط شويه كزبره، وهنحمر التوم والكزبره مع بعض. لو وصلتوا لحد هنا حطوا لي بقى لايك كده وكلمه حلوه من بقكم اللي زي السكر. ماشي كده يا حبايبي. المهم هنحمرها تحمير حلو قوي كده زي ما انتم شايفين، تحمير عادي. وهنديها قالب ماجي وشويه التوابل بتاعتنا والحاجات الحلوه اللي احنا بنحطها. اي توابل انت حابه تحطيها حطيها، دي بتاعتك انت. انا حطيت الكزبره اهي زي ما قلت لك، وهنحمرها مع ايه؟ مع الثوم. ما بتاخدش ثواني والله، اقل من نص ساعه كان الطاجن ده خلصان. الطاجن ده تقدري تحطيه جنب محاشي، تقدري تحطيه جنب مكرونه، عندك ضيوف ممكن تحطيه يعني مع الاكل اللي انت عاملاه، مش هيقول لا، بيبقى حلو قوي على فكره وشيك وطعمه حلو. تمام كده. طشينا التومه بمعلقه من الخل، وحطينا الصلصه، وحطينا بقيه التوابل، فلفل اسمر، كمون، كزبره، بهارات، الحاجات بقى اللي انت بتحبيها زي ما انا قلت لك، والملح طبعا وما تنسوهوش. تمام كده. خليناها تتسبك تسبيكه حلوه، مش هنخليها كده عشان احنا هنعمل المسقعه في الطاجن ده. تمام كده. ولقيتها محتاجه شويه ملح، رحت مكمله شويه ملح وحطهم عليها عشان تطلع ايه مظبوطه معانا. كلام جميل. هو كلام جميل، كلام كنت اللي حلو وبيسعدني في التعليقات والله العظيم، ودعواتكم الجميله بتسعدني جدا جدا جدا. ربنا يكرمنا يا رب ويعوض علينا في الصفحه دي ان شاء الله، وتبقى ان شاء الله زي الصفحه اللي فاتت باذن الله واحسن كمان. تمام. المهم بدات ان انا انقص الصلصه كده، لان انا طبعا مش هرمي الحاجه كده بالمنظر ده في الصلصه. لا احنا هنعملها تدريجات او مدرجات او سلالم زي ما تحب كده، او شوفي سميها زي ما تسميها. المهم كنت طبعا ما تنسيش قرنين فلفل حامين كده لو انت بتحبي الفلفل الحامي، وما تكتريش برده عشان ما تبقاش حراقه قوي. وحطينا نص المكونات اللي عندنا اللي هي الفلفل والبطاطس والبتنجان، حطينا نصهم في القاع كده زي ما انت شايفه. وبدانا ان احنا نحط عليهم شويه من الصلصه كده، تشرب شويه من الصلصه حلوين قوي. جبنا بقى الربع كيلو سجق، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بص ربنا مبارك فيه ازاي، وعمل طاجن معاكي حلو قوي قوي. يعني بصي، ولا منك عملتيها ارداحي ولا منك كلفت نفسك. إيه ضربنا اتنين في واحد ولا لا يا بنات؟ ضربنا اتنين في واحد، ضربنا الازواج كلها كده. معظم الازواج تقول لك انت عامله اكل ارداحي. ارداحي منين؟
ارضحي منين يعني؟ ما هو متكلف وزي الفل اهو، وبعدين عايزنا نطبخ فراخ ولحمه ومش عارف ايه. لا بقى يعني مش كده يعني، احنا بقينا اخر الشهر يعني. وبعدين اطبخي يا جاريه كلفي يا سيدي، خليكي فاكره الكلام دوت. حلوه الامثال بتاعت زمان دي اللي كلها بركه وكلها حنان وامان. بتنفعنا الايام دي. المهم حطينا الجزء الثاني من البتنجان والحاجه بتاعتنا، وحطينا عليها الصلصه. وطبعا هنظبطها لهم كده بايه، بطماطميه حلوه بتدي طعم وبتدي شكل، بصي والله بتعمل شغل حلو قوي قوي على الوش، وبتبقى طعمها حلو جميل جدا. هندخل الطاجن ده الفرن لمده ربع ساعه، يطلع معاكي وشه احمر وجميل وطعمه حلو، مش يعني مش هيطول معاكي. كل الاكل على بعضها نص ساعه، نص ساعه بالفرن بتاعها كمان يعني. المهم طلع الطاجن من الفرن اهو زي ما انتم شايفين كده. لو وصلت معايا لهنا اوعي بالله عليكي تنسيني في الدعوه الجميله بتاعتك، ماشي؟ المهم طلعنا اهو زي ما انت شايفه. انا بقيت بصي الطماطم على الوش عامله ازاي، طعمها تحفه، شكلها جميل، مديه للطاجن يعني شكل حلو قوي. وقعدنا انا ومروان بقى ايه زي ما انت شايفه كده، غرفنا وقعدنا ندوق السجق، كان طعمه تحفه تحفه تحفه، وخلى المسقعه جميله جدا والله. اداها روايح اللحمه وروايح يعني فاهمه، روايح السجق، فخلاها تحفه فعلا. احنا هنا وصلنا انا ومروان لاخر الفيديو. مروان بيقول لكم حطوا لايك وشير وتنسوني انا وماما في دعوه حلوه. مروان بيحبكم قوي قوي قوي، بيقول لكم ادعموا الصفحه بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك وحطوا لي شير وادعوا لي دعوه حلوه، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.